مسلسل مين اللي ما يحبش فاطمة؟ بطولة الفنان الجميل أحمد عبد العزيز. الفنان أحمد عبد العزيز في المسلسل كان شغال في شركة مديرتها عبير صبري، وما أدراك بقى عبير صبري وقتها كانت فتاة أحلام الشباب المراهقين. عبير كان اسمها ميس نينو، وهي بقى كانت بتعشق أحمد عبد العزيز، بس هو ما كانش بيحبها، فكانت دايما تغلس عليه في الشغل، لكن هو كان مطنشها. فصاحبه بقى يقول له يا عم سايس أمورك معاها، لكن هو ما كانش بيطيقها. طب هو كان بيحب مين بقى؟ كان بيحب القمر جيهان نصر. جيهان نصر بقى كانت فتاة أحلام الشباب بعد ما بيعدوا سن المراهقة، وهي كمان كانت بتحبه، بس باباها كان رافض إن هو يجوزه لها. ليه؟ عشان هو فقير وباباها غني، ما هي بنت عمه الفنان الغني أحمد خليل. المهم بقى أحمد عبد العزيز لما اترفض من بنت عمه، أو من بيت يعني بنت عمه، عشان هما كانوا شايفينه فقير، فما اتجوزش جيهان نصر ولا عبير صبري. اتجوز مين بقى؟ ماجدة زكي، اللي هي البنت كده اللي تحس إن هي شبه مامته. المهم لما اتجوز ماجدة سابها وسافر، فحصل زلزال وماجدة ماتت. المهم بقى لما سافر شاف مين بقى؟ القمر شيرين سيف النصر. شيرين سيف النصر بقى كانت فتاة أحلام أي حد في مصر والوطن العربي. القمر بقى أم عين زرقاء وشعر أصفر، وشيرين سيف النصر حبته جدا. ليه بقى حبته؟ لأنه شبه حبيبها القديم اللي هو مات. فتخيل بقى حظه الجميل، يعني جيهان نصر بتحبه وشيرين سيف النصر بتحبه، وعبير صبري حبته بس هو ما حبهاش. المهم بقى ان هو اتجوز شيرين سيف النصر واتجوز جيهان نصر، والاتنين بيحبوه، والاتنين امارات، والاتنين كانوا بيتخانقوا ان هم اصلا يربوا بنته اللي خلفها من ماجدة. بس وفي نهاية المسلسل شيرين سيف النصر بتضحي بحبها ليه، وبتطلب منه انه يطلقها علشان ما يتحبس، لانه ما ينفعش بره يكون متجوز اتنين. وفي الاخر جيهان نصر هي اللي فازت بيه. انا بس مستغربة ليه سموا المسلسل مين اللي ما يحبش فاطمة؟ المفروض كانوا سموه مين اللي ما يحبش صبري. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفولو لصفحة حكاوي ايمي واشتراك لقناتي على اليوتيوب، وبس كده، سلام عليكم.